يلا بينا. النهاردة معانا صنف جميل جدا كلنا بنحبه. ايه هو؟ حواوشي الاسكندراني. طب هنعمله ازاي؟ هنعمله بطريقة جميلة بيتي تخليك تاكل منه ما تشبعش. هنعمله ازاي؟ هنعمله بطريقة عادية جدا، بحبة مية ودهن الزيت. هنعجن العجين جميل جدا وممتع. تعالوا بينا جوه الفيديو هنعمله ولا اروع. عندي دقيق وخميرة وذرة ملح، وهجيب كمان معلقة نشا وحبة زيت. دلوقتي نخلنا الدقيق، وبعدين دلوقتي هنضيف ذرة الملح وهنقلبها. تمام. وكمان هنضيف عليه 3 معالق نشا، ما يعادل مغرفة زي دي، علشان لو الدقيق بتاعنا مرطب، مع ان احنا جايبينه دقيق نوع كويس. بعد كده هنضيف معلقه الخميره او ظرف الخميره ومعاه معلقه سكر. وطبعا لازم نضيف معلقتين سمسم، وكمان القليل من حبه البركه. ده شكل عجينتنا، ودلوقتي هنغطيها ونسيبها تخمر، وبعدين نيجي بقى للخلطة. ما شاء الله العجين معانا خمر اهو، بسم الله ما شاء الله. وجهزنا الحشوة. معانا نص كيلو لحمة مفرومة، ومعانا تلت كيلو بصل، اللي عايز يزود يزود، ومعانا 100 جرام فلفل. الفلفل ده بارد، اللي عايز يحط فلفل حامي براحته. ومعانا بالظبط قطعة ليا حوالي 50 جرام، اللي عايز يزود يزود، اللي عايز يقلل يقلل، اللي عايز يشيلها خالص يشيلها. على فكرة ده من ده دهون الغنم. ومعايا فلفل اسود معلقة صغيرة، بهارات مشويات، ومعلقة ملح. قلبناها على بعضها وكورنا. يلا بينا بقى نروحوا للعجين. نفتح، وبعدين نضغط. نطلع كل الهواء، نرجع تاني ايه نقسمه. دلوقتي انا قطعت العجين 4 كبار و4 صغيرين، بالظبط زي وحدات الحشوة اللي انا عملتها. ومعايا الزيت في طبق. دلوقتي هبطط ال4 كبار في صواني اللي يعتبروا قاعدة الحواوشي. فردتهم كده لغاية ما بقوا بالشكل ده، وسبتهم يرتاحوا، وعليت شوية هنا بالحرف كده علشان ده اللي هتنيه على الجنب التاني. وبعدين فردت كده وسبت الجنب اهو علشان ده اللي هتنيه. تمام. وعملت الوش اللي هو الوحدات الصغيرة اصغر شوية. هرفعه بقى كده، وهجيبه واحطه هنا في النص، وهبدأ بقى اشده كده واحدة واحدة من هنا علشان يبقى يدوب بحذاء اللحمة. هعمله كله كده بحذاء اللحمة، وبعدين بعد ما يطلع بحذاء اللحمة اطلع ده عليه كده. هيبقى المنظر بالشكل ده. طيب هعمله كله بالمنظر ده لغاية ما يديني المنظر ده كله، ويبقى شكله كده. هياخد معايا في اللحمة على قد ما ياخد، يعني انا عملت 2، اتبقى معايا قطعة من الرغيف منهم، وهكمل الباقي وبعدين نشوفه هيخلص، وبعدين ادخله الفرن ونشوفه معانا في التقديم. دي عملناها كده ايه واحدة وش. حطينا فيها ميكس جبنات شيدر وموتزاريلا وجبنة تركي، وحطينا فيها كام سلايس طماطم وفلفل كوبي، وهدخلها الفرن تاخد الوش كده بقى ايه زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله، بالظبط 3 دقايق.
جمال وحلاوة. سيبها بقى سخنة تبرد شوية وبعدين نقدمها مع بعض. وبكده نكونوا خلصنا كمية الحواوشي بتاعتنا. عملت كمية جميلة جدا تكفي أسرة حلوة 6 أفراد أو أكتر، من نص كيلو لحمة مفرومة و50 جرام من دهن الغنم. جمال وحلاوة ولا أروع. وطبعا أكيد الطعم 100. ده الوحدة اللي عملناها حواوشي وش. أتمنى أن الوصفة تكون عجبتكم.